هو البحث عن المعنى. البداية. كانت ابتسام فتاة جامعية ذكية وطموحة، لكنها كانت تشعر بفراغ عميق داخلها. كانت حياتها مليئة بالضوضاء، الدراسة، وسائل التواصل الاجتماعي، والتطلعات التي لا تنتهي، لكن لم يكن شيء يمنحها السلام الحقيقي أو الإجابات الكافية عن الأسئلة الكبرى: لماذا أنا هنا؟ وما الغاية من هذا كله؟ في يوم من الأيام، وبينما كانت تتصفح مكتبة الجامعة، وقعت عيناها على مصحف قديم. لم تكن تهتم به كثيرا في الماضي، لكن شيئا ما دفعها هذه المرة لتمد يدها إليه. حملته وشعرت بثقل غريب، ثقل له هيبة ووقار. فتحته على غير هدى وبدأت تقرأ. الفصل الثاني، اللقاء الأول، سورة يوسف. الآيات الأولى التي قرأتها كانت من سورة يوسف. لم تفهم الكثير من الأحكام أو التفسيرات، لكنها غرقت في القصة، قصة الحسد والخيانة والصبر والتمكين بعد الشدائد. لم تكن القصة مجرد حكاية قديمة، بل كانت مشهدا دراميا حيا يحمل كل مشاعر البشر. رأت في صبر يعقوب العزاء لكل من فقد عزيزا. رأت في عفة يوسف قوة الإرادة أمام المغريات. أدركت أن تدابير البشر لا تساوي شيئا أمام تدبير الله، وأن النهاية السعيدة لا تأتي بالصدفة، بل بالثبات واليقين. لأول مرة شعرت ابتسام أن هذا الكتاب يخاطبها هي شخصيا. شعرت كأن نورا خافتا بدأ يضيء الزوايا المظلمة في روحها. الفصل الثالث، الغوص في أعماق الوحي، التغيير. لم تتوقف ابتسام عند القصة، بدأت تقرأ بتدبر أعمق، ومع كل سورة كانت تكتشف كنوزا جديدة. 1. رسائل التوحيد. في السور المكية القصيرة مثل سورة الإخلاص والفلق والناس، وجدت البوصلة الحقيقية لحياتها، وأنها يجب أن تتجه بقلبها إلى خالق واحد لا شريك له. 2. آيات الكون. في سورة الرحمن ويس تأملت في عظمة السماء والأرض، واكتشفت أن هذا الكون ليس عبثا، بل هو كتاب مفتوح يدعوها للتفكر. 3. المنهج والتشريع. في السور المدنية الطويلة مثل البقرة وآل عمران وجدت دستورا كاملا للحياة، أحكام للعدل وقواعد للمعاملات وتشريعات تنظم علاقتها بأسرتها ومجتمعها. أدركت أن هذا ليس كبتا، بل تنظيم حكيم يضمن الكرامة والسعادة للجميع. بدأت ابتساما تغير عاداتها، قللت من الضوضاء حولها، وأفردت وقتا يوميا لقراءة الورد، تحاول أن تفهم ما قرأته وتطبقه. لقد تحول القرآن من مجرد كتاب على رف إلى رفيق درب ومرب روحي. الفصل الرابع، الثبات واليقين، الاختبار. لم تكن رحلة ابتسام سهلة، واجهت تحديات في حياتها ومواقف صعبة مع الأهل والأصدقاء، وحتى لحظات ضعف في إيمانها. وفي كل مرة كان القرآن هو حبل النجاة. عندما شعرت بالخوف من المستقبل تذكرت قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يونس 62. عندما شعرت بمرارة الظلم أو سوء المعاملة كانت تجد السلوى في قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الحجر 97-98. أدركت أن القرآن يعالج جروح الروح ويزرع اليقين بدلا من التردد. كل آية كانت تأتي في وقتها المناسب تماما، وكأنها مرسلة خصيصا لها. الفصل الخامس، ابتسام ونور المصحف، التأثير الدائم. أكملت ابتسام دراستها وتخرجت، لكنها تخرجت بشيء أعظم من الشهادة الجامعية. تخرجت بقلب مطمئن وبصيرة نافذة. أصبحت ابتسام مصدرا للإلهام لمن حولها. لم تتغير ملامحها الخارجية كثيرا، لكن نورا داخليا كان يشع منها. حين تتحدث كانت تستشهد بآيات القرآن التي تعلمتها، فتمنح كلامها قوة وصدقا لم تكن تملكه من قبل. فهمت ابتسام أن القصة الطويلة للقرآن ليست فقط عن تاريخ نزوله أو جمعة، بل هي عن تاريخ تجدده في كل قلب يفتحه بإخلاص. إنها قصة هذا الرباط الروحي العظيم الذي يصل بين الإنسان وربه، قصة النور الذي يبدد الظلمات، والسكينة التي تطرد القلق. رسالة القرآن إلى ابتسام
وإلى كل قارئ: أنت لست وحيدا في رحلتك. هذا الكتاب هو حبل الله المتين، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. تمسك به ولن تضل أبدا،